دلوقتي انا ليا ابني عنده 39 سنه. ايوه. متجوز واحده اجنبيه من بولندا، وبعدين بقول له يا ابني حياتك كده هتبقى مش حلوه وهترجع هتندم وانت بتفوت عمرك، ومش عايز يسمع كلامي. خلف منها؟ خلف منها؟ لا ما خلفش منها. هي اكبر منه؟ هي اكبر منه. وانا حسيت كده. هو اتجوزها بنيه انها تبقى بالنسبه له اقامه في البلد اللي هو فيها؟ هو مش اقامه، هي ولا لقى فيها حاجه ربطته بالدنيا. انا بسأل على البنت اللي من هولندا، هل حبها يعني؟ حبها. ما انا بسأل عشان كده. ما هو انا بس ما بحبش كلمة الحب، فبقول يعني هل وجد فيها شيئا ربطه بالحياة؟ هو ده الحب الحقيقي يعني. هي لقاها ما تتعوضش كده. هي ان جيت للحق هي بنت حنينه جدا. الله عليه. اوعي تقولي له كلمة تخليه يقسى عليها او يفكر في وداعها. اوعي الله يسترك. بس هي ما زالت بدل ما يعيش لك هنا فسوخة. طيب. ويعيش لك شبح بلا روح. طيب. ويلاقي القرف ليل ونهار. طيب. ويقول لك الريحة الوحشة اللي طالعة من الثلاجة والحمام. ويقول لك سوء الظن. اخليه كده خليه ايه؟ ده انا من جوايا ادعي لها. بس يا رب الهي وانت جاهي يكون ابنك بيصلي. الهي وانت جاهي يبقى ابنك بيصلي. صدقي وتأمني بالله. هقول لك حاجه وانا اسف اني بطول عليك. استني. اتفضل حضرتك. ابنك لما يجي يصلي ومتجوز دي انت عارفه هيقرا القران ازاي؟ وحياه امي لمثلك هيقرا كده اهو بعد ما يخلص الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ولما يجي يسلم، انتوا عارفين الواحد لما بيسلم في الصلاة بيسلم على مين؟ لو بيصلي لوحده يبقى بيقول السلام عليكم ورحمة الله للملائكة. السلام عليكم ورحمة الله للملائكة. اللي بيصلي في جماعة بيسلم على الملائكة وجميع من حضر معه الجماعة. هو كويس. استني اصبري ثانية واحدة. ولو متجوز